يروى أنه 2 من البدو في الأردن أبناء عم كانوا يسرحوا بالغنم، فحصل خلاف بينهم، فضرب أحدهم الآخر دون قصد فقتله، فرحل القاتل خوفا من الثأر، واستقر به المطاف في البادية السورية. أما ابن عمه المقتول فكان له من الأخوة 3، فأخذوا يبحثون عنه في كل مكان حتى اهتدوا إلى مكان سكنه، فقال أخوهم: ما بدنا نذبحه قدام العرب، اصبروا لليل حين تخلص التعاليل، واحد منا يمد عليه ويطخه. وبالليل جلسوا ينتظرونه خلف بيت الشعر، وحين خلصت التعاليل عند شيخ القبيلة دخل ابن عمهم بيته وتناول الربابة وجلس، فقال سعود لإخوته: لأحد منكم يطخ عليه، خلينا نسمع وش وده يقول. وللصدفة قام ابن عمهم يجر على الربابة وهو يقصد قصيدة يذكر فيها شوقه لأبناء عمه، ويتوجد على حاله وما حصل له بعدهم، ويذكر أسماءهم 3 فيها، فراح يقول: والله ثم والله وعشر ما بلا شهاد، وحق الرسول وحق بال البنية، إني عليل وما تهنيت بوساد، ويا علتي جوا الضمائر خفية، والنفس يا علي عيت عن الزاد، والعين عن طيب المنامة معية، وقلبي طوى الأيام والدهر ميعاد، وتجمعت يا علي من كل نية، من بعدها يا راكب فوق فداد، حرا على قطع الفيافي شتية، انسايلك عني من الحي والداد، قل له كفاك الشر حاله ردية، وانسايلك عني من الحي حساد، قل له قوي الحيل على المعنقية، نركب على الصفرة من الخيل من الكاد، ونلحق مع أول سربة باسلية، والف هلا بسعود والف بعواد، والف صباح الخير والف مسيه، يا سعود يا حرا على كف صياد، ومن ضربة مخلابك تسيل الدمية، بوجودكم نمشي على رؤوس الأشهاد، ومن دونكم نقصر من الحبل طيه، بعد القرايب قصر العمر ما زاد، وشوف القرايب جنة الظاهرية، يالله لا تميتني بدار الأجناب، غير النشامة واقفين عليه. بعد هذه القصيدة دخلوا عليه بالأحضان وهم يبكون، وحلفوه أنه لم يدري بوجودهم حين قال قصيدته، فحلف لهم على ذلك، فسامحوه وأعادوه معهم إلى قبيلتهم. محبين القصص صلوا على رسول الله، واشتركوا في قناتنا ليصلكم الأفضل والأجمل.